عارف. السلام عليكم كده. قدرت تعبني، عايز أي حاجة غيره. تعب. تعب شديد، عايز حاجة سريعة ولا حاجة؟ سريع، عايز حاجة سريعة بس عشان درت تعب. تاخد كيس من ده على كوباية شاي، ماشي. تتمضمض وتف تتمضمض وتف 3 مرات إن شاء الله هتخف. تمام. ضرب يا حبيبي، ضرب يا حبيبي. طب عايزين أي حاجة صداع، بابا عنده صداع. في ضغط ولا حاجة؟ اه. هياخد شريط من ده تمام. حباية بعد الأكل، تمام. وإن شاء الله هيخف خالص بإذن الله. يا هلا الحنان ده كله، يا هلا قلب الام ده، ايه قلب الام ده يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من إزاي تدرب في صيدلية من الصفر، خطوة بخطوة معانا إن شاء الله. طبعا الكلام اللي شفتوه ده ملوش أي مدى من الصحة خالص، وكلام في الفاضي أي كلام. البنادول إكسترا هو فعلا لو خد قرص وهيرتاح خالص وهيرتاح من الدنيا. البنادول زي ما قلنا بيمنع في حالة الإيه؟ في حالة الحمل وفي حالة الضغط. وخد بالك الموضوع ده مهم جدا عشان ده ممكن يكون سبب في وفاة مريض. اول حاجه عاوزين نصححها موضوع الكتافاست اكياس اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. الكتافاست اكياس من المسكنات القويه والسريعه واللي بتستخدم 3 مرات في اليوم. لو جالك واحد في الصيدليه وقال لك يا دكتور انا اسناني تعباني، هتقول له ايه؟ هتديله كيس كتافاست من ده. طيب هياخده في نص كوبايه ميه وهيتمضمض زي ما قلنا وهيبلعه مش هيتف. تمام، دي اول معلومه نصححها مع بعض. طيب الكتافاست ده بيتاخد كم مره في اليوم؟ بيتاخد لغايه 3 مرات في اليوم كحد اقصى. تمام، دي اول حاجه قلناها ولازم نعرفها كويس. وفي معلومه صغيره كده تعرفها عندك، الماده الفعاله اللي قلناها في الكتافاست لو تفتكروا المره اللي فاتت، اللي هو الديكلوفوناك بوتاسيوم. والديكلوفوناك بوتاسيوم والديكلوفوناك صوديوم، الاثنين دول مع مرضى الضغط برضو مش هينفع استخدمهم، لان هيعلوا لي الضغط معايا. وبالتالي برضو لما يجي لي واحد اساله هقول له عندك ضغط، هيقول لي اقول له طب الكلام ده مش هينفع معاك، لا الديكلوفيناك صوديوم ولا الديكلوفيناك بوتاسيوم. وان شاء الله برضه هنتكلم عن الديكلوفيناك بوتاسيوم او الديكلوفيناك صوديوم بعدين، ولكن حابب بس اديك معلومه زي ما قلت لك الديكلوفيناك بوتاسيوم في حاله مرضى الضغط مش هينفع اديله. يبقى انت تسجل معاك الماده الفعاله دي، ديكلوفيناك بوتاسيوم وديكلوفيناك صوديوم، الاثنين دول مع مرضى الضغط مش هينفع استخدمهم. وبرضه حط معلومه صغيره عندك ان الديكلوفيناك بوتاسيوم دي اسرع من ديكلوفيناك صوديوم، وان شاء الله هنتكلم عليهم في الفيديوهات الجايه، يعني ما تستعجلش، واحده واحده معايا كده وان شاء الله هتفهم الدنيا تبقى احسن واحسن باذن الله. طيب تاني معلومه نصححها برضو موضوع البنادول اكسترا والبنادول العادي اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. البنادول اكسترا قلنا ان البنادول اكسترا في ماده زياده اللي هي الكافيين زايده عن البنادول العادي، ودوت ايه اللي هيحصل بقى؟ ان البنادول الاكسترا ده مش هينفع اديه في مرضى الضغط. يعني لو جاي لي واحد الصيدليه وقال لي انا عندي ضغط مش هقدر اديله البنادول اكسترا، هديله البنادول العاده. يبقى ده كده معلومه صححناها عشان الدنيا برضو تكون واضحه عندكم اكتر واكتر. يبقى البنادول الادفانس ده اكتر امانا في حاله الضغط وكمان في حاله الحمل. طيب ثالث معلومه برضو قلناها المره اللي فاتت عن الباي الكوفان والباي كيتوجيسيك والباي بروفينيد، اتكلمنا عليهم الثلاثه المره اللي فاتت. قلنا ديت من المسكنات القويه جدا والتركيز بتاعها 150 مللي جرام. طيب الماده الفعاله بتاعتها ايه؟ تعالوا نشوف كده، اسمها كيتو بروفين. ادي الماده الفعاله اهي، كيتو بروفين. يبقى تكتب الماده الفعاله دي عندك عشان من الحاجات اللي هنحتاجها قدام برضه. يبقى دي من المسكنات برضه القويه واللي بتتاخد لغايه حبيتين في اليوم. خد بالك ان المسكنات ديت او النوع الخاص ده من المسكنات ده بتستخدم قلنا مرتين في اليوم، ومشكلتها انها بتعمل قرحه في المعده لو اتخذت بفتره او اتخذت على مدى اكبر من القرصين في اليوم. لذلك لو واحد يجي قال لك انا باخد مثلا 5 6 حبات في اليوم، قول له كده انت بتدمر المعده وكمان له مشكله على الكليه. يبقى انا عندي مشكلتين هنا في الماده الفعاله ديت او في العيله المعايه اللي بتكلم عليها دلوقتي، انها بتسبب قرحه في المعده وكمان خطر على الكليه. يبقى تاخد بالك من الحاجات دي، ما تاخدش اكتر من مرتين في اليوم، ومن المسكنات القويه جدا في الصيدله. يعني حابين نتكلم عن كل حاجه شويه، وهنتكلم برضو عليهم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه بالتفصيل شويه. عاوزين بقى نركز النهارده على حاجه كده في دقيقتين بالظبط عشان بس ايه الدنيا ما تتوهش منكم. هنتكلم النهارده عن عيله من عائلات المسكنات اسمها السالسيليت او الاسيتايل سالسيليك اسيد. تمام، ايه مشكله العيله دي؟ مشكلتها انها بتعمل قرحه في المعده، دي اكتر حاجه مشكله ليها. طيب ايه هي الادويه المشهوره فيها؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. عندي حاجه اسمها الكاسبرين 81، تمام، وعندي حاجه اسمها الاسبركالو برضو 81، تمام، وعندي الاسبوسيد اللي هو المضغ منه، وعندي كمان الاسبوسيد اللي هو البلع، وعندي حاجه اسمها الايزاكارد 75، وعندي اللي هو الاسبرين بروتكت، وعندي اكتر حاجه مشهوره حضراتكم عارفينها ومشهوره من زمان خالص وخاصه الناس الكبار اللي هو الريفو. طيب دول بيستخدموا ليه؟ ده حاجه بنستخدمها نون سيلكتيف كوكس. ايه نون سيلكتيف كوكس دي؟ ده موضوع كبير خالص بيطول شرحه، ولكن باختصار شديد خالص عندي مستقبلات في الجسم هي المسؤوله عن الالم. تمام،
عندي مقسمها الى كوكس 1 كوكس 2 كوكس 3. ما تشغلش بالك بالكلام ده دلوقتي، خلينا بس نفهم ده بيعمل ايه. طيب ده بيعملوا ايه؟ ده بيشتغل كمسكن، تمام. طيب مشكلته زي ما قلنا ان بيعمل قرحه في المعده. طيب حاليا بقى في الوقت اللي احنا بنستخدمه، في الوقت دوت بنستخدمه ليه؟ طالما حاجه بتسبب لي قرحه في المعده انا هستخدمها ليه؟ بستخدمه لحاجه مهمه جدا، انها بتعمل انتي بليتلت كواجيوليشن. يعني ايه انتي بليتلت كواجيوليشن؟ يعني بتمنع تجلط الدم. يعني بستخدمه في علاج، او بستخدمه عشان اعمل سيوله عندي. لما يكون عندي المريض اللي عندي ده اكثر تعرضا للجلطات، بديله حاجه من الايه؟ من عائلات الاسيتايل سالسيليك اسيد عشان امنع تجلط الدم. طيب عندي ايه الفرق بين الاسبوسيد ده والاسبوسيد ده؟ ده عباره عن اسبوسيد مضغ، وده عباره عن اسبوسيد بلع. طيب تمام ماشي. طيب ايه هو اكتر دواء من دول امانا للمعده؟ اللي هو الاسبرين بروتكت. والاسبرين بروتكت ده بيستخدموه مع مرضى القلب عشان امنع تجلط الدم، وكمان امنع حدوث الذبحه الصدريه. يبقى اسبرين بروتكت، بروتكت دي عشان يحمي القلب، وكمان برضو بيحمي لي برضو ايه؟ جدار المعده. وايضا برضو الجاسبرين ده برضو من الحاجات اللي بتحمي، او الحاجات الاقل تاثيرا على جدار المعده وما تعملش حموضه معايا. طيب لو واحد هيعمل عمليه مثلا الاسبوع الجاي، بيقول لك انه يفضل ان لازم اقطع الدواء ده لمده اسبوع على الاقل قبل العمليه، عشان امنع حدوث السيوله. عشان لو انا هعمل عمليه ممكن يحصل لي سيوله، ولا قدر الله ممكن يحصل نزيف ولا المريض يموت مني. زي ما قلنا الادويه دي باختصار بقى عشان بقى نلم الدنيا كلها. باختصار الادويه دي ممكن استخدمها لكم مره في اليوم؟ استخدمها لحد 4 مرات في اليوم. طيب لو انا هستخدمها كحاجه بقى وقايه، حاجه مضاده للتجلط، بستخدمها قرص واحد يوميا. كل يوم باخد قرص واحد من دول عشان امنع التجلط بتاع الدم. كده نكون خلصنا حلقه النهارده. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، وبعتذر على الاطاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.